أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنبينا محمد وبارك عليه وجميع المؤمنين. وبعد، موضوع الحلقة هو الفرق بين الزكاة والصدقة. طبعا الزكاة هي صدقة والصدقة هي زكاة، ولكن يوجد معنى أريد أن أشير إليه في هذه الحلقة، هو أن إيتاء الزكاة المقصود به إعطاء هذه الصدقة لولي الأمر. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في حق المشركين المعتدين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذا يبين أن شعيرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تكون شعيرة ظاهرة، فإقامة الصلاة تكون في المساجد ولا يتخلف عنها إلا المنافقون، وإيتاء الزكاة يكون بإعطائها لولي الأمر، الطائفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، العاملين عليها الذين يجمعون الصدقات. طبعا ولا يقبض يده إلا المنافق، كما يقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة، سورة التوبة، في حق المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم يأتون الصلاة ولكن يتكاسلون كسالى. ويقول في آية أخرى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا يأتي المنافق أصلا إلى الصلاة في المسجد مع أنه لا يريد أن يأتي، وينفق مع أنه لا يريد أن ينفق؟ نعم، لأن هذه إشارة من إشارات الإسلام، من العلامات التي تبين إسلام المرء. فالمسلم يجب أن يأتي إلى الصلاة، وإلا لم يعتبر مسلما. كذلك يجب أن ينفق ويؤتي الزكاة، وإلا لم يعتبر مسلما. ولذلك المنافقون يقومون بهذا الفعل ولكن على كراهة ورياء للناس حتى يراهم الناس ويحسبوهم من جماعة المسلمين. نعم، وبهذا يتبين أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي من الشعائر الظاهرة التي يجب أن تظهر. فالصلاة يجب أن تكون في المساجد، فالله قد شرع بناء المساجد من أجل أن نصلي فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع، إلى آخر الآيات. كذلك الزكاة يجب أن تعطى لولي الأمر عن طريق العاملين عليها، طائفة العاملين عليها المذكورة، وهم الذين يجمعون الصدقات. وهذا إقرار أن المسلم أنه ينتمي إلى جماعة المسلمين، وأنه يطيع ولي أمر المسلمين أيضا. أما من حيث الاسم، نعم، فالزكاة هي صدقة تدل على صدق المسلم، نعم، في إنفاق ماله في سبيل الله وابتغاء الأجر من الله والخلف من الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا والآخرة. والزكاة بأن يعطي المال الزكي أي الطيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يمكن أن نقول أن النفقة في سبيل الله أو الصدقة أعم نوعا ما من إيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة تطلق كثيرا ما تطلق على الصدقة التي تعطى لولي الأمر خصوصا عن طريق مجموعة أو طائفة العاملين عليها، بخلاف النفقة في سبيل الله بصفة عامة، فقد ينفق المسلم في سبيل الله بينه وبين نفسه دون أن يطلع عليه أي شخص. نعم، هذا هو المعنى الذي أردت أن أشاركه معكم في هذه الحلقة. هذا والله أعلم. اللهم اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وجميع المؤمنين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.